السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله نعمل مع بعض النهاردة شوية محشي ني في ني. انا جبت الفراخ، غسلتها وخليتها اهي زي الفل اهي. دي توابل اللي على الوش، دي توابل حطيتها تتسلق. هنا خرطت البصل، وخرطت الطماطم، بس في واحدتين لسه هقطعهم اهو. هشوحهم بس على النار، لا هقلي ولا هسبك. هسخن بس الطماطم دي عشان متلجة، وهحط التوابل واحط الرز والخضرة، وان شاء الله نحشي كده ني في ني باذن الله. هعملها وارجع لكم. التوابل اهي يا حبايبي، فلفل اسمر وكمون بس. ما عنديش طبعا ماجي، انا عندي شوربة فراخ، هنسقي بشوربة الفراخ ان شاء الله. خلاص كده انا سخنتها اهي، والطماطم اللي كانت متلجة ساحت اهي، دعكتها فيها. هحط بقى شوية الرز وخلاص على كده. بس اغسل شوية الرز الاول، انشف بس المية دي عشان الرز ما يبقاش غرقان مية. هنشف المية اللي في الطماطم دي اهي، هتنشف دلوقتي. اكون انا غسلت الرز وحطيته عليه. خلاص يا حبايبي اهو، غسلت الرز حطيته اهو. هجيب بقى الخضرة، الخلطة اهي يا حبايبي. خلاص هقعد احشي بقى. لما احشي ان شاء الله واحطه في الحلة هاجي اوريهولكم. المحشي اهو يا حبايبي، انا هاكل حتتي كده مسلوقة مش هحمرها. المحشي اهو في منتهى الجمال، والطعم جميل جدا ولذيذ. لو عجبكم المحشي ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. السلام عليكم حبايبي.